السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وموضوع جديد كيشغل الرأي العام وكيخلينا نطرحوا مجموعة من الأسئلة اللي ماشي سهلة. اليوم غادي نتوقفوا عند واحد المداخلة اللي أثارت الانتباه ديال بزاف ديال الناس. مداخلة خرجت للعلن من شخصية مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الإسبانية. El día 30 no puede volver a ocurrir. Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Lo siguiente. Y precisamente por eso ni a Ceuta ni a Melilla se las toca. Porque efectivamente España es un país que se siente muy orgullosa de lo que es España y Ceuta y Melilla son la mejor representación de lo que es España. Por tanto, a Ceuta y a Melilla no se las toca. Cualquier agresión a Ceuta y Melilla es a España en su conjunto. Y eso tiene que quedar muy claro. No puede volver a ocurrir lo que ocurrió. Y así se lo he trasladado al presidente Rivas, a quien quiero agradecerle todo el esfuerzo, todo el trabajo, el saber estar en este momento. هذه العبارة هذه كتخفي وراءها مخاوف أكبر من مجرد تصريح عابر. وعلاش أصلا كل ما تبدلات موازين القوى في المنطقة وكل ما ارتفع الحضور المغربي اقتصاديا ودبلوماسيا وأمنيا كنلقاو مجموعة من الأصوات في الجهة الأخرى كتخرج باش تحذر من المغرب. واش حنا أمام تخوف أمني حقيقي ولا أمام واحد القراءة اللي هي قديمة كتواجه واحد الواقع جديد؟ والأهم، واش المغرب اليوم هو نفس المغرب اللي كان قبل 20 أو 30 سنة الماضية؟ هذه الأسئلة إخواني الكرام هي اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليها اليوم، ولكن بهدوء وبعيدا عن الانفعال، لأن الهدف ديالنا الأساسي ماشي هو نسبوا إسبانيا وماشي هو نهاجموا الشعب الإسباني. الهدف هو نفهموا شنو كيتقال وعلاش كيتقال وفي أي سياق كيتقال وشنو ممكن يكون وراء هذا الخطاب. إذن بقوا معنا إخواني الكرام حتى لنهاية الفيديو. أول حاجة خاصنا نكونوا واضحين فيها، أي تصريح صادر على شي عسكري إسباني خصوصا في الوقت اللي كيتعلق بالمغرب كيستحق المتابعة. علاش؟ لأن المؤسسة العسكرية في أي دولة عندها واحد النظرة اللي هي خاصة للملفات الاستراتيجية، ولكن إلا قلنا أن هناك أصوات في إسبانيا كتشوف في صعود المغرب هو واحد التطور كيستحق المراقبة والقلق، فهنا غادي نكونوا أمام تحليل يمكن المناقشة ديالو. والسؤال الآن، علاش المغرب أصبح حاضر بهذه القوة في الحسابات الإسبانية؟ باش نفهموا خاصنا نرجعوا خطوة إلى الوراء. العلاقة ما بين المغرب وإسبانيا ماشي علاقة بسيطة، هي علاقة جارين، ولكنها في نفس الوقت علاقة فيها تاريخ طويل وفيها ملفات استراتيجية وفيها مصالح اقتصادية ضخمة. عندنا التجارة، عندنا الهجرة، عندنا الأمن، عندنا محاربة الإرهاب، عندنا الطاقة، وعندنا الصيد البحري، وعندنا كذلك السياحة. الجالية المغربية في إسبانيا، وفوق كل هذا كاين ملف الصحراء المغربية وملف سبتة وملينيا. يعني أننا أمام واحد العلاقة اللي فيها التعاون، ولكن فيها أيضا نقاط خلاف حساسة جدا. وخلال السنوات الأخيرة وقع واحد التحول مهم في هذه العلاقة. إسبانيا غيرت الموقف ديالها السياسي من ملف الصحراء المغربية وأصبحت كتدعم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا جديا وواقعيا للحل. وهذا التحول في حد ذاته ما كانش بسيط. علاش؟ لأنه أثر على العلاقة ما بين مدريد والرباط، ولكن في نفس الوقت فتح مرحلة جديدة من التعاون. وهنا خاصنا نلاحظوا واحد الحاجة اللي هي مهمة ومهمة جدا. الدول ما كتتحركش فقط بالعاطفة، الدول كتتحرك بالمصالح، وإسبانيا عندها مصالح كبيرة مع المغرب، والمغرب كذلك عنده مصالح كبيرة مع إسبانيا. ولهذا رغم الخلافات التعاون باقي مستمر. ولكن إذا كان التعاون موجود
علاش كيبقى الخطاب التخويفي حاضر أحيانا. هنا كندخلوا لواحد النقطة اللي هي أكثر حساسية. المغرب خلال السنوات الأخيرة تبدل بواحد الشكل واضح، ماشي غير سياسيا ولكن اقتصاديا وصناعيا وعسكريا وحتى دبلوماسيا. نشوفوا فقط الشمال المغربي، ميناء طنجة المتوسط أصبح واحد من أهم المراكز اللوجستية في المنطقة. صناعة السيارات توسعت بواحد الشكل كبير، صناعة الطيران تطورت، البنية التحتية تغيرت، والقطار فائق السرعة أصبح واقع، والاستثمارات الأجنبية ارتفعت. أي صعود اقتصادي في أي دولة كيغير حسابات الدول المحيطة بها، وهذا أمر طبيعي في العلاقات الدولية. إلا أصبحت دولة ما أقوى اقتصاديا وأكثر ارتباطا بالأسواق العالمية وأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وأكثر حضور في إفريقيا، فهذا يعني أن الوزن ديالها الإقليمي ارتفع. والمغرب اليوم عنده حضور أكبر في القارة الإفريقية مقارنة بما كان عليه قبل سنوات. المغرب وسع العلاقات ديالو مع دول إفريقية عديدة ودخل في مشاريع اقتصادية واستثمارية كبيرة وطرح نفسه كشريك بين إفريقيا وأوروبا. ومن هنا يمكن لنا نفهموا بعض المخاوف الموجودة في الجهة الأخرى، لكن هنا مفروض نكونوا عادلين. واش هذا يعني أن المغرب باغي الهيمنة على المنطقة؟ لا. واش هذا يعني أن المغرب باغي الحرب؟ لا يوجد ما يثبت ذلك. وهذه النقطة مهمة. علاش؟ لأن تطوير القوة العسكرية ما كيعنيش تلقائيا وجود نية هجومية. الدولة ممكن تبني قوة عسكرية كبيرة ماشي لأنها باغية الحرب، ولكن لأنها ما بغياش تكون ضعيفة إلا مشات تفرضات عليها هذه الحرب. وهذا مفهوم معروف في العلاقات الدولية. وإلا كانت الدولة كتعرف أنها عندها القدرة على الدفاع على نفسها، هذا كيخلي الطرف الآخر باش يعيد الحسابات ديالو ويعرف بأن الضغط لا يجدي. أنا كنعتقد أن أفضل رد عليها ماشي هو الغضب. شنو دار المغرب حتى يتوصف بهذه الطريقة؟ واش بنى مصانع؟ نعم. واش بنى موانئ؟ نعم. واش طور الاقتصاد ديالو؟ نعم. واش وسع العلاقات ديالو الإفريقية؟ نعم. واش طور القدرات ديالو العسكرية؟ نعم. واش عزز العلاقات ديالو مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى؟ نعم. ولكن واش هذا كله كيعني أنه كيبحث عن الحرب؟ ماشي بالضرورة. ولكن إلا نظرنا للسنوات الأخيرة غادي نلقاو بأن المغرب في عدد كبير من الملفات كيعتمد على الدبلوماسية والشراكات. المغرب باغي يكون حاضر في أفريقيا، وباغي يكون شريك لأوروبا، وباغي علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وباغي استثمارات مع الصين، وباغي التعاون مع دول مختلفة. هذه ماشي سياسة الدولة باغية تعزل نفسها، بل سياسة الدولة كتحاول تنويع العلاقات ديالها. وهنا يمكن نطرح واحد السؤال، سؤال آخر: واش بعض الأطراف في إسبانيا مازال كتعامل مع المغرب بعقلية الماضي؟ ربما كاينة بالفعل بعض الأصوات اللي كتفكر بهذه الطريقة، ولكن ما خصناش نعمو. علاش؟ لأن إسبانيا نفسها فيها تيارات سياسية مختلفة، فيها اللي كيشوف أن المغرب شريك استراتيجي، وفيها اللي كينتقد المغرب، وفيها اللي كيفضل التعاون، وفيها اللي يتبنى خطاب أكثر تشدد وأكثر كراهية. ماشي إسبانيا كلها عندها رأي واحد، وهذا هو اللي مهم ومهم جدا. المغرب ما بقاش كيقبل بسهولة باش يتم التعامل معه بمنطق الوصاية، وهذه ربما واحدة من أهم التحولات اللي عرفتها المنطقة. المغرب باغي علاقات ندية، علاقات مبنية على المصالح المتبادلة. إذا كاين هناك تعاون فمرحبا،
وإذا كان هناك استثمار فمرحبا، وإذا كان هناك تعاون أمني فمرحبا، ولكن في القضايا المرتبطة بالسيادة والمصالح الوطنية. وهنا بالضبط يمكن نفهموا علاش صبحت لغة العلاقات الإسبانية المغربية أكثر تعقيد، لأن إسبانيا بدورها عندها مصالح وعندها سبتة ومليلية، وعندها مصالح في المتوسط، عندها حسابات كذلك أوروبية، وعندها اعتبارات مرتبطة بالأمن وبالهجرة. والمغرب في الجهة المقابلة عنده تصورات. إذن ما عندناش طرف ملاك وطرف شرير، عندنا دولتين، كل دولة كتدافع عن المصالح ديالها، وهذا هو الواقع. لكن بالنسبة للمغرب كاين واحد الشيء اللي خاص يبقى واضح، وهو الاختلاف السياسي. الاختلاف السياسي ماشي مشكلة، الخلاف في المصالح طبيعي، لكن الاحترام المتبادل ضروري. المغرب ماشي محتاج يدخل في صراعات مجانية مع أي دولة، لأن القوة الحقيقية ماشي أنك تدخل في معركة مع الجميع. القوة الحقيقية أنك تعرف فوقاش يمكن لك تواجه، وفوقاش يمكن لك تفاوض، وفوقاش يمكن لك تتعاون. وهذا هو الدرس اللي يمكن نستخلصوه من العلاقة مع إسبانيا. رغم الأزمات مازال هناك تعاون أمني، ورغم الاختلافات التجارة مستمرة، ورغم الملفات الحساسة العلاقات الدبلوماسية موجودة. وهذا يعني أن الطرفان كيعرفوا جيدا شيء واحد، واللي هو المواجهة المباشرة ماشي في مصلحة أي دولة. ولكن هنا كاين واحد التساؤل آخر، واللي هو علاش دائما كيخاف البعض من صعود المغرب؟ ربما لأن الصعود الاقتصادي كيغير موازين القوة. في الوقت اللي كيصبح عندك ميناء قوي وصناعة قوية وعلاقات إفريقية قوية وقدرات عسكرية جد متطورة وشراكات دولية متعددة، فأنت تلقائيا كتصبح لاعب لا يمكن تجاهله، وهذا أمر طبيعي. ولكن اللاعب القوي مفروض أنه يكون غير عدواني. يمكن تكون قوي، ولكن تكون في نفس الوقت شريك. ناخذ مثلا العلاقة مع أوروبا. المغرب ما باغيش ينعزل على أوروبا، بالعكس، أوروبا سوق أساسي، والاستثمارات الأوروبية مهمة، والتعاون مع الدول الأوروبية مهم. لكن المغرب في الوقت نفسه ما باغيش تكون أوروبا هي الخيار الواحد. هذا هو علاش كنشوفوا انفتاح على إفريقيا، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الصين، وعلى دول الخليج، وعلى أسواق أخرى. وهذه الاستراتيجية هي اللي كتعطي للمغرب خيارات أكبر. والخيارات في السياسة الدولية كتعتبر قوة. كل ما تزادت الخيارات ديالك تزادت القدرة ديالك على التفاوض. وهنا يمكن نفهموا جزء من التحولات اللي كتوقع في المنطقة. ولكن إخواني الكرام، خلينا نكونوا صريحين. المغرب رغم كل هذه الإنجازات، المغرب مازال ما وصل للمرحلة اللي يمكننا نقولوا أن كل شيء ممتاز. مازال هناك مشاكل، البطالة موجودة، الفوارق الاجتماعية موجودة، التعليم كيحتاج لتطور، الصحة كتحتاج لتحسن، والشباب كيحتاج إلى فرص أكثر. وهذا ما خاصناش نخافوا من الاعتراف به، لأن الوطنية الحقيقية ماشي هي أنك تقول بلادنا ما فيها حتى شي مشكل. الوطنية الحقيقية هي أنك تقول بلادنا فيها إنجازات كنفتخروا بها، ولكن في نفس الوقت كاين مشاكل خاصنا نصلحوها. وهنا كتكمن القوة الحقيقية. باش تطور الجيش ولكن في نفس الوقت تطور المدرسة، باش تبني الميناء وفي نفس الوقت خصك تخلق فرص العمل، باش تجلب الاستثمارات ولكن في نفس الوقت خصك تضمن المواطن باش يستافد من التنمية. وهذا هو التحدي الحقيقي للمغرب خلال السنوات القادمة. أما بالنسبة للعلاقات مع إسبانيا، فأنا شخصيا كنعتقد أن المستقبل ما غاديش يكون في الحرب ولا في التهديد ولا في تبادل الاتهامات. المستقبل غادي يكون في التفاوض، في المصالح المشتركة، لأن الجغرافيا فرضت على المغرب وإسبانيا باش يبقاو جارين. يمكن تغير الحكومات، يمكن تغير التحالفات،
ولكن ما يمكنش تغير الجغرافيا. والمغرب وإسبانيا عندهم مصلحة مشتركة في الاستقرار، عندهم مصلحة مشتركة في محاربة الجريمة المنظمة، وفي محاربة الإرهاب، وفي تنظيم الهجرة، وفي التجارة، وفي الاستثمار. هذا التعاون يمكن يكون أقوى بكثير من أي خطاب تصعيدي. الجواب الأفضل هو أن المغرب كيعرف المصالح ديالو، المغرب كيعرف التاريخ ديالو، والمغرب كيعرف الموقع ديالو. المغرب باغي أن العلاقات ديالو بالجيران ديالو تكون مبنية على الاحترام المتبادل. أما السيادة فهي موضوع آخر، كل دولة وعندها خطوط حمراء، والمغرب من حقه يدافع عن المصالح ديالو والوحدة ديالو الترابية بالوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة. الدبلوماسية القوية هي اللي كتقدر تحمي المصالح ديال الدولة بلا ما تتفعل صراعات هي في غنى عنها. في النهاية إخواني الكرام، ما خاصناش نسمحوا للتصريح بحال هذا باش يختصر لنا العلاقات ديالنا كاملة ما بين المغرب وإسبانيا. العلاقة أكبر من ذلك وأعمق من ذلك بكثير، وفيها تاريخ طويل وطويل جدا، وفيها خلافات، ولكن فيها أيضا مصالح مشتركة ضخمة. أما المغرب فخاصه يكمل طريقه، يبني، ينتج ويطور ويستثمر في الإنسان ويقوي الاقتصاد ديالو، لأن أقوى رد على أي خطاب تشكيك ماشي هو الخطاب المضاد. أقوى رد هو الإنجاز. كل مصنع جديد إنجاز، كل شاب كيحصل على فرصة إنجاز، كل ميناء كيتطور إنجاز، كل شركة مغربية كتنافس عالميا فهو إنجاز، كل جامعة كتخرج مهندس قادر على الابتكار فهو إنجاز، كل خطوة كتجعل المغرب أكثر استقلالية في القرارات ديالو فهو إنجاز أيضا. المغرب محتاج يبني، ويبني بقوة، ويبني بصبر. وإلا كانت هناك خلافات مع جيران فالحل ما غاديش يكون في الحرب، الحل غادي يكون في دولة قوية كتعرف كيفاش تدافع عن المصالح ديالها وتعرف كيفاش تصنع السلام. وفي الأخير إخواني الكرام، بغيت نسمع الرأي ديالكم، كيفاش كتشوفوا مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية؟ واش غادي نشوفوا مزيد من التعاون، ولا غادي تبقى الملفات الحساسة مصدر توتر ما بين البلدين؟ كان معكم أخوكم حميد، وشكرا بزاف على حسن المتابعة، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله رب العالمين.